شيء في منتهى العبث اللي بيحصل مع محمد صلاح، شيء في منتهى العبث. يقول لك عشان انت ما نصرتش غزة. طب ده لاعب كرة قدم محترف، ينصر غزة ازاي؟ يجي بقى من انجلترا هوب يشيل سلاح ويحارب مع حماس؟ ما هو ايه، انت هتنصر غزة ازاي يعني؟ الراجل خد من جيبه كده فلوس، تمام، وملايين ويتبرع بيها، تمام. ده كده ما نصرش غزة؟ طيب والبيان اللي طلعه اللي انتوا كلكم ماسكين له على الوحدة، اللي هو بيتعامل مع مجتمع اصلا ما يعلم بيه الا ربنا، مجتمع بارد، فالمفروض يروح ايه، يتبنى وجهة النظر بتاعتنا احنا كعرب، ولا يمرر وجهة نظرنا احنا من خلال وجهة النظر بتاعتهم؟ سبتوا البيان كله ومسكتوا في الكلمة. طيب هو هيعمل ايه؟ الواحد ينصر غزة ازاي؟ واحد ينصر غزة اذا كان اللي بيتكلم كل يوم اللي هو بيب جوارديولا ما عملش حاجة؟ نصر غزة ازاي؟ قول لي بقى ايه النصر اللي هو حققه لغزة؟ ايه النصر؟ الناس لغاية دلوقتي يوميا بتموت، ناس يعني يوميا بتستشهد. وانا من اكتر الناس المقاطعة ومقاطع من ايام 2006. كنت صغير مش فاهم اي حاجة بس مقاطع، يعني مش طالع طب لفلان ولا علان. بس الواحد ينصر غزة ازاي؟ ينصرها ازاي؟ اللي هو يا ليتك نصرت غزة، اللي هو ينصرها ازاي؟ هو يا جدعان انتوا مجانين؟ اذا كان انتوا ما فيكمش حد طلع من جيبه ملايين بعتهم لغزة، ده اكتر واحد فينا دعم غزة. فانتوا اللي يتكلم كلمة مظبوطة، اللي يتكلم صح، يا اما ما يتكلمش يخرس، فلتقل خيرا او لتصمت. هو خلاص، هو يعني هو قرب يعتزل، فهو انت مستنيه؟ لا يا حبيبي، هو حقق ارقام انت نفسك ما تعرفش تحقق رقم منهم. يعني انت معلش بتتكلم بناء على ايه؟ ده افضل لاعب عربي في التاريخ، من افضل 3 اساطير موجودين هناك في انجلترا. انت بتتكلم في ايه؟ ولا ايه العته اللي انتوا بتتكلموا فيه؟ انت لما تيجي تتكلم عن محمد صلاح تقوم تقف تضرب تعظيم سلام.